قبل بدء الفيديو صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. الرجاء الاشتراك والإعجاب بالفيديو لكي نصل إلى 1000 مشترك. تلقى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد صفعة جديدة فجر اليوم الجمعة بتعرض لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور للإصابة مع منتخب بلاده. وبعد الإصابة التي تعرض لها الفرنسي إدواردو كامافينغا خلال تواجده مع الديوك، جاءت إصابة فينيسيوس لتزيد أحزان ريال مدريد. وتعرض فينيسيوس للإصابة خلال مباراة كولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، والتي انتهت بخسارة السامبا 2-1. وقال فينيسيوس في تصريحات عقب المباراة: أعتقد أنها نفس الإصابة كالمرة السابقة، تعرضت لضربة وشعرت بالألم لاحقاً، وغداً سنجري اختبارات. ولم يستبعد فينيسيوس إمكانية مشاركته في مواجهة البرازيل والأرجنتين بعد 5 أيام، لكنه اعترف بأن الأمر سيكون صعباً. وكان فينيسيوس قد تعرض للإصابة بشد عضلي خلال مواجهة سيلتا فيغو في أغسطس الماضي، وغاب عن الملاعب لأكثر من شهر. شكراً على المشاهدة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.